في يوم دخلت أوضة أمي وأنا شايلة طبق أكل على إيدي، وأول ما دخلت قلت لها أنا عملتك يا ست الكل الأكل اللي بتحبيه، يلا كولي بسرعة عشان تاخدي الدواء بتاعك قبل ما أنزل. أمي بصتي وقالت ربنا يخليكي ليا يا بنتي، والله ما عارفة أقولك إيه يا فرح، كتر خيرك أنتي، ده حتى جوزك شريف أخوكي ما بيعملش ربعه. قلت لها إيه الكلام ده يا أمي؟ أنتي عارفة كويس إن شريف جوزي بيحبك زي أمه بالظبط. يلا يا حبيبتي كلي بسرعة عشان تاخدي الدواء. وفجأة الباب خبط جامد قوي، رحت أفتح لقيت حنان مرات أخويا واقفة قدامي. دخلت على جوه وهي بتزعق بصوت عالي سيبوا الولاية المحروقة دي، أكيد أنت يا فرح اللي خليتيها تعمل كده فينا، أنت عايزة تاخدي كل حاجة لوحدك؟ أنا اتصدمت ومش فاهمة إيه اللي بيحصل. أمي طلعت وقالت لها إيه الكلام ده يا حنان يا بنتي؟ وإزاي تدخلي شقة بنتي وتزعقي كده؟ أنت مش بتخافي ربنا؟ ده أنت اللي هتتقفلي في قبرك لوحدك وتتحاسبي، وبنتي هنا بتطبطب عليا وتعمل لي كل اللي عايزاه، تديها الأملاك كلها. وانتي يا بنتي عايزة تحرمي أخوكي من كل حاجة، انتي ليه؟ أنا ساعتها مسكت أعصابي وقلت لها أنا ساكتة ليك يا حنان احتراما إنك في بيتي، لكن لو زودتي كلمة كمان هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه. وبعدين انتي مالك يا حنان؟ دي حاجة ما تخصكيش، أمي فلوسها وهي حرة فيها. حنان فضلت تعلي صوتها وقالت أيوة يخصني، انتي فاكرة نفسك ايه؟ كل حاجة تبقى ليكي واحنا نترمي في الشارع؟ انتي وأمك بتخططوا علينا، بس والله لا أفضحكم في الحارة كلها. ساعتها أمي تعبت جدا، بدأت تكح بقوة وتنهج، جريت عليها بسرعة وأديتها المية. قلت لها يا حنان بره بيتي دلوقتي حالا، لو ليكي كلام يبقى مع جوزك وأخويا مش معانا. طلعتها بره بالعافية، وساعتها قلبي كان مقبوض، مش عارفة ليه حسيت إن الليلة دي مش هتعدي على خير. الليل جه، كنت قاعدة مع شريف جوزي في الصالة، لقيته بيقولي فجأة على فكرة يا فرح أنا شايف إن أمك لازم تكتب البيت ده باسمنا، يعني إحنا اللي عايشين معاها وبنخدمها، أخوكي ما بيعملش حاجة ومراته بتقل أدبها، يبقى الطبيعي إن إحنا اللي ناخد البيت. أنا اتصدمت وبصيت له بحدة، قلت له أنت بتقول إيه يا شريف؟ ده بيت أمي، وحتى لو كتبت حاجة ده برضاها هي مش بأمرنا، وبعدين إحنا مش محتاجين نطمع، اللي ربنا كاتبه لينا هناخدوه. بس عينيه كان فيها حاجة غريبة، نظرة طمع وخبث عمري ما شفتها قبل كده. عديت أيام وأمي صحتها تسوء يوم عن يوم، الدكاترة قالوا لازم ترتاح ومحدش يزعجها. في يوم كنت نازلة أجيب طلبات من بره وسبت أمي مع شريف، رجعت لقيت حاجة غريبة جدا، لقيت الدواء بتاع أمي مرمي في الزبالة، وأمي نايمة وتعبانة جدا. ساعتها قلبي وقع، دخلت على شريف وقلت له أنت عملت إيه؟ ليه الدواء مرمي؟ بابتسامة بردانة وقال يمكن هي اللي مرمياه، ما تبقيش تلزقي لي التهمة كده. بس قلبي كان حاسس إن وراه حاجة كبيرة. ليلة الواقعة صحيت على صوت خناق جاية من أوضة أمي، جريت بسرعة لقيت شريف واقف فوق دم أمي، والأكل واقع على الأرض، وأمي مش بتتحرك. صرخت يا مصيبة، أنت عاملة إيه يا مجرم؟ بصلني برود وقال أنتي السبب، لو ما كنتيش رفضتي ما كانش ده حصل، أنا عملت اللي لازم يتعمل عشان البيت يبقى بتاعنا. فضلت أصرخ وأعيط، بس هو شدني وقال لي اسكتي يا فرح، لو اتكلمتي هتروحي معاها. جريت على بره، صرخت للجار وللناس، الشرطة جات ولقوا أمي مرتولة والدوام تلعب فيه، اعترفوا على شريف وأخديه في الكلبشات، وأنا واقفة مش مصدق إن اللي كنت معاه كل حياتي هو نفسه اللي قتل أمي علشان طمع. ومن ساعتها وأنا اتعلمت إن مش كل اللي نضحي عشانه يستاهل، وأقرب الناس لينا ممكن يبقوا هم السبب في موتنا.